السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى بعد غياب طويل رجعت لكم وعامله لكم احلى صينية مسقعة. شايفين بقى شكلها، شكل وطعم ولون، كله ما شاء الله. اعملي جنبها بقى مكرونة، بطاطس محمرة، ما كليها لوحدها هتبقى تحفة جدا جدا. هنسمي الله بقى ونصلي على سيدنا محمد، ونبدأ نعمل صينية المسقعة القمر دي. طبعا عندنا هنعمل بمعلقتين 2 زيت بس، توفير التوفير، اقتصادية ومغذية وكل حاجة. نوزعهم في الطاسة السخنة كده على البوتاجاز، وننزل بقى بالبدنجان اللي انا مقطعاه، قشرته وغسلته وقشرته وقطعته كده، ورشيت عليه ملح عشان ينزل كل ميته. طبعا لما بنقطع ما بنرش عليه ملح ما بيشربش زيت نهائي. يعني شوية الزيت دول هيكفوكي، ممكن تحتاجي معلقة كمان في اخر حطة ولا حاجة، علشان كمية البدنجان، على حسب كمية البدنجان اللي هتعمليها. شايفين ما بيفرقش اللون، نفس لون المتحمر في زيت غزير، ونفس الطعم ولا اي فرق خالص، بالعكس صحي ومغذي وجميل جدا. هنعمله بقى بالطريقة دي ونطلعه. شايفين لونه ذهبي وحلو ازاي، ما شاء الله. ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك والشير، دعمكم ليا ولقناتي. طبعا انتوا ربنا يخليكم ليا، انتوا اللي داعميني دايما وموقفيني ومخليني اكمل. فاللايك بتاعكم والتعليقات الجميلة بتفرق معايا كتير والله. نبدأ بقى كده نرص الرصة التانية، وشايفين الزيت زي ما هو يعتبر مقلش اهو، لان احنا بنبقى رشين ملح على البدنجان ومنزل ميته كلها. ف طريقة جميلة جدا، ما بتخليش البدنجان بتاعك يشرب زيت خالص. وكمان يعني بتوفري الزيت في الغلا اللي احنا فيه ده، بنوفر ازازة الزيت بتقعد معانا اطول فترة ممكنة. كمان بيتوسخ الزيت لما بنقلي فيه البدنجان، بيسمر كده ومنعرفش نستعمله بعد كده غير في الصابون. فطبعا يعني احنا توفيرا بنحاول نقلل الكمية، وكمان حاجة صحية. طبعا رصيت رصة فلفل كمان وعملتها. طبعا انا حاطه حله مكرونه وكنت بسلقها وخلصتها، وبحط بطاطس محمره للي عاوز بطاطس محمره. هبدا بقى كده في حله وانزل بمعلقه توم ومعلقه زيت، معلقه زيت واحده. طبعا هقلب بالمقصوصه مش هينفع، ارجع اجيب المعلقه اقلب بيها. مش عايزاها بقى ايدي ما تسيبهاش، لان هي الزيت قليل وهتتحرق مني لو سبتها. فانا بحطها على عين مش كبيرة، وابدا كده اقلبها يا دوبك لون بس، تاخد لون بسيط، عشان بحبش التوم يمرر. لما بيحمر قوي بيمرر ومبيبقاش طعمه حلو. نبدأ بقى كده اول ما ياخد لون اصفر ذهبي خفيف قوي كده، نبدأ ننزل بالطماطم المعصورة في الخلاط. هحط بقى التوابل بتاعتي، مفيش غير كمون وملح وشطة. طبعا الملح انا مقللاه علشان انا حاطه ملح على البدنجان، اعمل حساب الخطوة دي عشان ما تطلعش الاكلة مني حادقة. طبعا كده انا عملت، طبعا البطاطس اتحمرت والمكرونة اتسلقت، وده بقى جهزت حاجة المسقعة اهو. كله بيتعمل في وقت واحد، ما بياخدش وقت خالص. وطماطم كده متقطعة طرنشات. الصلصة بقى هنزل كده في ارضية الصينية، احط كده كبشتين 3 صلصة، اوزعهم كده. المهم ان انا افرش الصينية كلها من تحت. طبعا انا ما ببقاش مسبكة الطماطم قوي، علشان انا عايزة البدنجان يشرب منها وينشف بقى، ينشف كله مع بعضه في الفرن. هبدأ بقى ارص طبقة البدنجان في تحت كده، في اول رصة كده في الصينية. احاول كده انسقه يبقى مفرود شكله حلو في الصينية.
طبعا دي صغنونه قوي، هشيلها كده وهحط هحاول ان انا، طبعا العين بتاكل قبل البق يا جماعه، يعني العين فعلا بتاكل الاول. حاجه بتبقى شكلها حلو كده بتبقى تفتح النفس. حط بقى الفلفل اللي احنا قاليينه بقى، سواء لو ما بتبقى الفلفلايه كبيره، قرن الشطه كبير. طبعا الشطه دي مش حراقه، فمش هحط حراق قوي كده طبعا للاكل، انا مجرد بحط معلقه صغيره شطه كده على الصلصه وخلاص، عشان طبعا ولادي واي حد هياكل ياكل بالهنا والشفا من غير ما يتعب من الاكل. ببدأ بقى كده اوزع كل الفلفل اللي انا قلياه. طبعا اللي بتبقى صغيرة ما بقطعهاش، لكن لما بيبقى قرن فلفل كبير كده بحاول ان انا اقطعه علشان يتقلي كويس وما يتحرقش مني، وفي نفس الوقت اعرف اوزعه في الصينيه. كده عملت كمان طبقة الفلفل. شوفوا بقى معلقتين لحمة مفرومة كده كانوا متبقيين عندي، شوفوا شوية قد ايه، ما يكملوش ربع كيلو. لو قلت ربع كيلو ابقى انا ظالمة الربع كيلو بصراحة. شوية قد ايه، لكن بيودوا الصينية في حتة تانية بصراحة، وبيخلوها طعمة وفي نفس الوقت عناصر غذائية. بروتين ده ولا مش بروتين؟ بروتين. يبقى انا كده حطيت في صينيتي كل حاجة، خضار وبروتين وكل حاجة. طبعا الخضار فيتامينات. ابدأ بقى ارص الطبقة التانية من البدنجان. صدقوني جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، ما شاء الله حلوة، وريحتها بتبقى جميلة بقى، واخدة ريحة الفرن وحلوة قوي، احسن من اللي بتتعمل على وش البوتاجاز. برضو عادي جدا لو عملتوها على وش البوتاجاز، بس فعلا الفرن بيديها طعم تاني خالص. نبدأ كده بقى نوزع الصلصة تاني على الطبقة التانية. وبعد كده بقى احنا مقطعين طماطم طرنشات، نبدأ نوزعها كده، نرصها كده على وش الصينية من فوق. بتدي شكل جميل، وكمان الطماطم لما بتدخل الفرن كده وبتتلسع كده لسعة الفرن تبقى تحفة، تبقى عاملة زي طماطم بتاعة الهمبرجر، تبقى جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ما شاء الله. في ناس بتعمل المسقعة بالبصل، بس بصراحة هي بالثوم احلى. كمان انا عاملة مكرونة معاه، فعشان اخد الصلصة كترت الصلصة شوية علشان اكمل بيها المكرونة، احدقها شوية بقى واكمل بيها للمكرونة. خلصت كده الصينية وهدخلها الفرن بقى، وافتح الشواية والفرن من تحت، هتستوي مع بعضها كده وتنشف ومفيهاش ولا نقطة مية اهي، ما شاء الله تحفة تفتح النفس. طبعا بقى قدمي معاها اللي انت عايزاه، هي لوحدها كفاية. كده الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش بقى في اللايك والتعليق المحفز، ويا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله يا احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.